مش اربطها على شعري شريطة، لا اعملها كسلسلة. بس ستيل صراحة مش عارفة هل ده عاطي ريرتي. نص اللقطة المايك كان متشوش، معرفش من ايه بصراحة. المهم ان انا كنت بقول لكم ايه الكرتونز اللي انا اخترتها. اخر اوبشن عندنا التيشيرت المفضل ده. بس احنا دلوقتي في الصيف، فيعني هحاول اخلي الستايل صيفي نوعا ما. سنفسي ريرتي لو كانت بزنس وومن، صح؟ صح؟ What's poppin', hallelujahs, it's Omnia, and guess what? I am back again. أنا عارفة إنه عدى أسبوعين من آخر فيديو فلوج عملته. أنا كنت منتظمة على الجدول اللي انتوا شفتوه، بس يوتيوب شورتس ويمكن ريلز أو حتى يمكن يوتيوب شورتس، بس شوية الجدول مش ممشيتش يعني مشيت عليه مثلا 70-75%. يعني بحاول انتظم اوكي، وهحاول ارجع عليه تاني. المهم لان دي كانت اول مرة اعمل جدول اسبوع. المهم انا كان بقالي فترة برضو محتارة المفروض ان انا اصور فكرة ايه. لقيت ان انا اخر فيديو ستايلينج عملته كان من شهرين، وكان يعتبر اعتقد في الشتاء. فقررت اني اعمل فيديو ستايلينج اعتقد ثالث اوكي اللي هو ده. بس احنا دلوقتي في الصيف، فيعني هحاول اخلي الستايل صيفي نوعا ما. المهم ده تالت فيديو ستايلينج اعمله عشان بحب الستايلينج. المهم ففكرة ستايلينج النهاردة هتكون عبارة عن انا اخترت 2 كرتونز او 2 كرتون اوكي من كرتونز انا كنت بحب اتفرج عليها وانا صغيرة ولغاية دلوقتي تقريبا. اعمل عليهم 4 اوتفيتس، 2 لكرتون و2 لكرتون. هختار شخصية من الكرتون ده واعمل عليها 4 اوتفيتس. لو ما فهمتوش اتفرجوا على الفيديو وهتفهموا. لايك شير سبسكرايب، روحوا اعملوا لي فولو على الانستجرام اللي مش عاملين لي، انا متفاعله هناك. ومن غير مقدمات اكتر من كده يلا نبدا. اعزائي الكرام، زي ما انتم شايفين انا تقريبا جايبه نص الدولاب هنا اهو. طيب وتقريبا عندي افكار للاوتفيتس، بس معرفش هتظبط ولا لا. وكمان هجرب افكار تانية ممكن عشان المهم انا جايبه حاجات كتير عشان اجربها، وفي افكار في دماغي ممكن تظبط وممكن لا. هنشوف النهارده هنعمل ايه، وفي حاجات ورا الكواليس يعني. المهم فهقول لكم شخصيات الكرتون. اوكي يو جايز، معاكم امنيه اللي بتمنتج، واكتشفت ان في مشاكل تقنيه حصلت في اللقطه دي. نص اللقطة المايك كان متشوش، معرفش من ايه بصراحة. المهم ان انا كنت بقول لكم ايه الكرتونز اللي انا اخترتها. انا اخترت ماي ليتل بوني، اخترت شخصية راريتي من ماي ليتل بوني، هنعمل عليها 2 اوتفيتس. وسبونج بوب اخترت شخصية سبونج بوب، هنعمل عليه برضو 2 اوتفيتس مستوحاة من سبونج بوب. بس والله انجوي باقي الفيديو، اتمنى ما يكونش فيه مشاكل تقنية تانية. بس لو في مشاكل تقنية تانية وانا هرجع لكم في المونتاج. انجوي. مبدئيا كده اهو انا قررت ان انا هبدأ براريتي. عندي كذا اوبشن من التيشيرتس. عندي ده اعتقد شفتوني في الفلوج اللي فات وانا بعمل له ستايلينج انه 2000 ستايل. ده التيشيرت ده مش بتاعي اصلا، بتاع واحد من اخواتي لما كان في الجامعة. انا اخترته عشان الوانه حاسه هتليق على شعري وعلى راريتي. وده بفكر ملبسوش لوحده، معرفش ممكن البس تحته قميص، احس برضو هيليق. يعني احنا الثيم بتاع راريتي بيربل وازرق، فانا كذلك لسبب ما اخترت ده، لان ده الحاجه الوحيده الزرقاء، التيشيرت الوحيد الازرق اللي عندي، وعليه الكيتي ملهاش علاقه براريتي، بس يعني هما الاثنين كيوت فمش عارف يعني. اخر اوبشن عندنا التيشيرت المفضل ده، واسود عشان بصراحه مش عارفه ليه اسود. ما عنديش حتى جاكيت بنفسجي ممكن يلاقي عليه. فشكلي هكنسل ده بجد بعد التفكير في او ممكن البس نكلس بنفسجي، مش عارف. اول حاجه هبدا بيها هجرب ده، ودي اشوف يعني هل ده ممكن يليق ولا لا. طبعا هلبسه على البنطلون اللي لابسه ده، لان
زي ما قلت ازرق بنفسجي. هنسق ده او هروح البس ده وارجع. اوكي يو جايز، انا مش كارهه يعني، بس يعني الحاجه الوحيده اللي عرفت اضيفها كتاتش البريسلت دي، يعني انا عاملاها بالمناسبه اي هبقى اعمل عليها يوتيوب شورت. اوكي، وممكن شنطه بنفسجي او بيضه او حتى سودا، ممكن دي، بس ستيل صراحه مش عارفه هل ده عاطي ريريتي. بس هو حلو حلو، بس انا حاسه غامق بزياده. اوكي، ممكن نضيف جاكيت ثواني. يو جايز عاطي معرفش ستايل معين كده على بينترست شفته، مش عارفه اسمه ايه صراحه، بس مش ريريتي صراحه. تو ماتش بلاك، في اسود كتير مش عاجبني. اوكي يو جايز، في ده برضو حاسه فاتح بزياده. بص هو حلو يعني، هو مش عارفه بجد، مش عارفه. ممكن لو عملت مثلا تسريحه معينه تظبط اكتر مثلا، بس انا فعليا حاسه ان ده مثلا لو على بنطلون اسود احلى من ازرق. اضيف قميص. اوكي، طبعا انا حاسه القميص ده انا بلبسه اكتر ما بتنفس، معرفش، المهم انه مش لايق. صراحه مش مقتنعه. ده حلو ستايله كده، عارفين بيفكرني بنيو جينز. شفت نيو جينز دانيال، معرفش مش فاكره مين تاني كان لابس تي شيرت عليه هيلو كيتي، فاعطيني نيو جينز فايبس. اي فهو حلو صراحه، حلو، بس لو على بنطلون اسود احس هيكون احلى. حاليا اخر تي شيرت هجربه وخلاص ده. اوكي يو جايز، ما اعتقدش ان انتوا جاهزين للاوتفيت ده. اوكي، شايفين الاوتفيت؟ انا واضحه. يا ضفت عليه القميص ده اللي هو لسه منقط اخضر. الحبر مش راضي يروح. المهم، فانا حاسه ده عاطي ريريتي وحاسه حلو. معرفش بقى اعمل تسريحه ايه في شعري. لا بجد انا مقتنعه 100%. بجد من غير نقاش مقتنعه 100%. بجد حاسه الالوان ظابطه وشعري ظابط، بس معرفش اخلي يعني شعري كده مثلا، ولا مثلا اعمل نص فوق نص تحت هيك، ولا اعمل هيك، ولا ارفع شعري. مش عارف. انا مقتنعه بالاوتفيت صراحه، بس معرفش اعمل دي كده يعني، هيدي هيك يعني، شو هيك، ولا حتى الحزام لايق. استنى خلينا نخلص الموضوع اللي انا فيه الاول. معرفش اعمل دي كده. اوكي، هنا حاسه التسريحه دي لايقه. again. سوري جايز، معرفش اعمل دي كده. وانا اوريدي زررت الزرار يعني اللي هنا فوق، ف معرفش اعمل دي كده ولا اخليها كده اهو. اراجع الفيديو اشوف كده احلى ولا التانية احلى. انا مقتنعه بالاوتفيت ده صراحه. معرفش هعمل تسريحه ولا لا، بس اعتقد هتشوفوا في الايديت اللي هعمله. اوكي. فانا غالبا هختار شنطه وهلبس الجزمه وهشوف لو هعمل تسريحه ولا لا، بعدين هعمل لكم حركات بالاوتفيت يعني. فنراكم بعد قليل، وبعدين يعني هتشوفوا انا قررت كده اهو ولا كده اهو. يلا اوكي، اشوفكم في الايديت. اوكي، انا الاوتفيت ده مكيفه جدا عليه وعجبني. ممكن حسيت شويه هو ريريتي، اوكي هو ريريتي 100%، بس حسيت انه عاطي جو مدارس
بس مش قوي برضه عشان الفيونكة شوية حاسة انها غيرت الجو. ولبست القصيرة دي، واحدة صاحبتي دي كانت عاملاها لي، بلبسها دايما لما بلبس التيشيرت ده بالذات او طقم بنفسجي. والخاتم ده هبقى اعلمكم برضو في شورت، يوتيوب شورت انا عملته ازاي. في وردتين من هنا. انا مبسوطة بالاوتفيت ده وهقيموه 10/10 صراحة. الفيونكة عاملة جو، الفيونكة بجد حلوة قوي. اوكي قيموه في الكومنتس. ده اول طقم لرارتي. الطقم الجاي مش هيكون لرارتي، هيكون لسبونج بوب. الالوان اللي مسموح لي استعملها كسبونج بوب اوكي فعليا لان الالوان هي الوان سبونج بوب، يعني اصفر وسبونج بوب عينيه زرقاء في ازرق، واسود عشان بيلبس جزمه سودا، وبني عشان بنطلونه بني او الشورت اللي لابسه بني، وابيض واحمر عشان الجرافات لونها احمر. اعتقد هي دي بس الالوان. وتقريبا شفتوا انتوا الورود اللي في قاع الهامور؟ معرفش انا عندي حاجه زي كده ولا لا. تقريبا يتهيألي عندي حاجه شبه كده، ممكن اضيفها للطقم. اول اوتفيت لسبونج بوب فعليا هعمله برضو نفس البنطلون ده، عشان ليه لا. المهم اول اوبشن عندي التيشيرت ده. كنت هكنسله، كنسلته لرارتي وقررت اخليه لسبونج بوب. عشان من ضمن الالوان بتاعت سبونج بوب اسود. اوبشن التاني ده التوب ده، بس هلبس عليه قميص طبعا. فاعتقد ان انا هجرب ده الاول. التيشيرت اللي لو عاملين لي فولو على انستجرام او هنا حتى يعني بتشوفوني بيه كتير. اعتقد التيشيرت ده عندي من وانا مش عارفه عندي كام سنه، من وانا صغيره جدا جدا جدا، من زمان جدا اوكي بجد اكتر من 10 سنين من غير مبالغه. المهم مش راضي استغنى عنه لغايه دلوقتي عشان مقاسي وحلو وجميل ومريح وستايلش. فانا فكيت شعراته مش راضي صراحه اغير الحزام، حاساه تمام. عندي اوبشن تاني، عندي الحزام ده. يعني في الاول كنت حاساه سبونج بوبي، بس بعدين حسيت لا، عشان انا هعمل حاجه حاساها هتكون عك لو لبست ده. بما انه من ضمن الوان سبونج بوب الازرق شعري اوكي، حتى عشان عيني زرقاء تقريبا دي نفس لون عينيه، مش قوي، هي لون عينيه ازرق غامق بس يعني قريبه. المهم فبفكر مش اربطها على شعري الشريطه، لا اعملها كسلسله. انا كان عندي سلسله قديمه، مش جايه مع الخرز، لا انا كان عندي سلسله قديمه اتقطعت، فكان فيها قطعه على شكل قلب اوكي. ف يعني هعمل سلسله منها هنا اهو اوكي، هتشوفوا هعمل ايه. ده البوكس اللي بحط فيه كل حاجه انا بعملها من اساور وكده. انا شويه حرقت. المهم هنبقى نعمل شورتس كتير عن الاساور. المهم يعني ان انا حط حاجات كتير هنا ليها علاقه بالخرز، فهوريكم اللي انا قصدي عليه. اللي قصدي عليها دي بيسموها تشارم او اللي اكسسوري بسيطه. اوكي يو جايز، اعتقد شايفين انا قصيت الحجم ده. اعتقد ان انا غالبا هقصره او حاجه. هاخد التشارم او بتاع اللي اتقطعت من السلسله اوكي، وحتى لونها ازرق برضو. يب ماتشي وهحطها في خيط الشريطه اوكي. الشريط انا عارفه ان انا غالبا هحتاج اقصرها، بس انا بس عايزه اوريكم مثال للي المفروض هعمله اوكي. اعتقد ان انتوا شايفين، اعرفش ممكن احطها على جنب او هنا اهو، ممكن من فوق يعني، ممكن كده اهو. فانا حاليا بجربها، بس ده مش النتيجه النهائيه يعني اوكي. ف مش عارفه حلوه ولا اقصرها، يعني بلاش اخلي في كده اهو، يعني خليها واحده. يلا اجيبها على جنب كده، مش عارف. اوكي يو جايز ابديت. بعد النظري في الامر حسيت انها عك صراحه، ما حسيتش انها لايقه يعني، فحاسه ان انا عندي بديل اوكي.
تا 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 هو ده البديل. طبعا اعتقد حذرته، دي هتكون كجرافطة زي الجرافطة اللي لابسها سبونج بوب كده. لا ثواني، كان المفروض اربطها مرة واحدة اهو كده. يا ممكن اخليها كده او ممكن اجيبها على جنب، بس احس هخليها كده بقى. دي انسب حاجه كجرافطة سبونج بوب صح. انا عارفه سبونج بوب مش لابس بنطلون اسود بنطلون اسود سوري تيشيرت اسود على جينز، بس يعني احنا بنعمل الاوتفيت مستوحاه من الكرتون بس بطريقتي. يعني حاليا انا بفكر اضيف جاكيت، رغم ان انا حاسه ان انا يعني كده سبونج بوب قوي، فخلاص يعني مش محتاجه حاجه. فعليا حاسه ان انا كول قوي اوريدي. اوكي يو جايز، معرفش ليه حاسه كول، حاسه حلوه. سبونج بوب ولا مش سبونج بوب؟ اكيد مش هلبس جاكيت اصفر، يعني ما عنديش جاكيت اصفر، عندي جاكيت ملون بس معرفش هيليق ولا لا. ثواني اوريكم الجاكيت التاني كارديجان. يا اعتقد ممكن تكونوا شفتوني بلبسه كتير برضه عشان بحبه. يا ده حاسه برضه عاطي جو سبونج بوب، بس برضه حاسه هيكون عبيط معرفش. اوكي يو جايز، اعتقد ان انا غيرت رايي وهلبس القميص ده. يا حاساه حلو، وبفكر اني اضيف الفيونكه دي بحيث اسود احمر، الاتنين اسود ازرق، والجزمه هتكون سودا. يا الاساور اللي هلبسها يا ازرق وفيها اصفر هنا، ف يا بعدين هشوف هعمل تسريحة ايه في شعري. غالبا هستعمل التوكة دي هستعمل الفيونكة دي برضه. انا معرفش اللي بنهج تعبت اوريدي. اوكي بقالنا 2 اوتفيتس لسه. المهم ان انا هروح اعمل تسريحة وهنعمل عرض ازياء. يا ليتس جو. ثواني ليتس جو. اوكي يو جايز، ده اول اوتفيت لسبونج بوب. يا وانا مبسوطه قوي بالاوتفيت ده. عارفين كده مش عارف بس حلو، حاسه كول كيوت وكول ونفس شخصيه سبونج بوب اللي هي مرح يعني. انا مالي علقت نفس شخصيه يعني حصل جلتش في نفس الكلام معلش. خلصنا اول اوتفيت لراريتي وخلصنا اول اوتفيت لسبونج بوب اللي هو ده. هلف اوريه لكم كمان مره. صراحه بيرفكت قوي جدا الجزمه. اوكي والاكسسوارز اللي انا عاملاها لايقه قوي، يعني مش عشان انا اللي عاملاها بس هي لايقه. اوكي دي عملتها على انستجرام، عملتها معاكم على انستجرام، ودي برضو هبقى انزل لكم توتوريال على يوتيوب شورتس. انا صراحه الاوتفيت ده 10 مليون من 10. اوكي بجد حلو قوي، حلو قوي ومختلف كده، حاسه كيوت قوي والالوان لايقه على بعض وجميل وعاطي فايب سبونج بوب. قيموا لي الاوتفيت ده في الكومنتس من 10، ولما نخلص من الاوتفيتس يبقى اكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر اوتفيت عجبكم في الاربعه. يعني صراحه مش هين عليا ان انا اغير الاوتفيت الجميل ده. يعني بتاع ريريتي برضو كان عجبني، بس ده برضو عجبني اكتر يعني مش عارف. المهم حاليا هننتقل لاوتفيت نمبر 3 اللي هو برضو تاني اوتفيت لراريتي. فاعتقد انا عارفه انا هلبس ايه بالظبط. انا مش باقي اوبشنز كتير بس انا عارفه انا هلبس ايه. المهم ان انا هلبس تاني اوتفيت لراريتي، هلبس فيه البنطلون الاسود ده، القميص الازرق ده. القميص ده قميص واحد من اخواتي برضو كان معاه اعتقد ايام الجامعه برضو. انا متخصصه في اني اخد لبس اخواتي واعمل له ستايلينج. ليتس جو. تاني اوتفيت لراريتي
ليتس جو. الاوتفيت ده حلو قوي. اوكي يلا 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 يلا. تن تا تن تا تا. اوكي صراحة الحزام ضفته كشكل. اوكي ما اعرفش هو لايق ولا لا، اعتقد لايق مش عارفة، ولا بدل ما احط القميص في البنطلون ممكن البس توب واخلي القميص من بره. لغاية دلوقتي التسريحة دي صراحة ظابطة مع الاوتفيت ده، بس بفكر اخلي شعري تحت احسن، يا اما اعمل تسريحة تانية واضيف لها شريطة لونها بنفسجي. عشان ريدي في لون بنفسجي بقى. يو جات ات. حاليا انا محتارة في التسريحة، اشوف هعمل تسريحة ولا لا، واحط شريطة بنفسجي ولا لا، وهختار شنطة ايه وكده، وبعدين هعمل لكم عرض ازياء ل اوتفيت نمبر 2 بتاع ريدي. اوكي يو جايز ابديت. انا مقتنعه بالاوتفيت بس شلت الحزام عشان مش مقتنعه بيه، ولقيت اكسسوارز حلوه. هلبس دي ودي. فاكرين دي لما عملتها في الشريطه الزرقاء؟ اوكي خليتها بقى المره دي في الشريطه بنفسجي، حاساها هتكون الطف واقصر كمان، يعني هتكون حلوه كسلسله. هروح اخلص كل حاجه ويلا ترقبوا عرض الازياء. ليتس اوكي. نفس الترانزيشن كل مرة. Let's go. Disappear when they get close. I don't wanna be alone with everybody, not just anybody who's with everybody. Okay, this is something that I'm used to. People over pieces, what I'm used to. Cause I don't wanna be alone with everybody, not just anybody who's with everybody. Okay, this is something that I'm used to. My little pony, my little pony. Na 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 na. مش حافظة ايه اغنية بتاعت الكرتون، بس الاوتفيت ده 1,000,000/10. احس نفسي راريتي لو كانت بزنس وومن. صح صح صح. راريتي لو كانت بزنس وومن بجد والله العظيم. حاسه راريتي لو كانت بزنس وومن. فحلوه قوي. وما لبستش النكلس اللي لونها اللولي اللي لونها ابيض، ولبست دي لوحدها عشان اللولي ما كانتش هتبان. خلينا اقلع النضاره عشان مش شايفه حاجه. بيرفكتو. قيموهولي من 10. هو جامد. المهم يو جايز انا تعبت. عارفين مشكله هي على قلبي زي العسل عادي، بس مشكله الفيديوهات الستايلينج انها بتطول، وبقعد اغير كتير في اللبس واقعد اختار لبس معين وكده. باقي اوتفيت واحد اللي هو تاني اوتفيت لسبونج بوب، وبعدين هخلص الفيديو اخش انام. بجد انا منتش كويس امبارح. المهم فانا تعبت، بس الموضوع يستحق. صح صح. اكتبولي في الكومنتس راريتي نمبر 1 عجبكم اكتر، ولا راريتي نمبر 2 اللي هو ده عجبكم اكتر. وكذلك سبونج بوب نمبر 1 اكتر ولا نمبر 2 اللي هتشوفوه اكتر. وعموما ايه اكتر اوتفيت عجبكم من الاربعه. اعتقد ان انا برضو عارفه هلبس ايه لسبونج بوب لان باقي اوبشنز صغيره. فهجيب الباقي من الاوبشنز وهوريها لكم. بس ملحوظه صغيره، الخاتم ده برضو انا اللي عاملاه. طيب عملته في يوتيوب شورت، لو ما اتفرجتوش على يوتيوب شورت روحوا اتفرجوا عليه، بجد كان ممتع قوي وحلو. لو حابين تتعلموا ازاي تعملوا فيونكة زي هيك، مرة كيوت. اوكي يو جايز انا جيت وعايزه اوريكم اول حاجه الحاجات اللي انا قلت لكم انها شبه الورود اللي في قاع الهامور اللي في سبونج بوب، اللي هم دول التوج دي. فعليا ما استعملتهمش كتير دول. اعتقد في واحده تانية بس مش عارفه، في واحده لونها ازرق تانية بس مش عارفه فين. المهم حاسه دول هيكونوا اليق حاجه على سبونج بوب بالذات، يمكن دي. عندي القميص ده. وطبعا الجينز ده هلبسه مع نفس الحزام. احنا تقريبا لبسنا نفس الحزام وما لبسناش الحزام التاني اللي هو اللي لبسته مع ده وما عجبنيش. القميص مع البنطلون ده وتوب ده.
من يسكن البحر ويحبه الناس، سبونج بوب سكوير بانتس. هروح البسه واعمل لكم عرض ازياء على السريع، ومش هننهي الفيديو لسه، عايزه اقول لكم حاجه تانية في الاخر يعني. Okay, see you guys. Hero. Now tell me who would be. Tell me who you admire in these streets. Baby, take a seat. Don't speak that gibberish, please. Yabba dabba doo dabba dee. I know that your dad is gone so wrong, but it's me and you now, my firstborn. But you ain't a baby no more. Take that bottle out your. اوكي هاي جايز، النهارده احنا في تاني يوم. انا فعليا بمنتج الفيديو، يا رب اقدر اخلصه وينزل النهارده، عشان فعليا كنت بصور مع فيديو ترويجي الفيديو صراحه استمتعت يعني انا امبارح كنت طول اليوم بصور وشبه انهارت ولغايه دلوقتي. اوكي المهم، بس اتبسطت قوي لان يعني المره دي اوتفيتس اكتر واوبشنز اكتر. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. انا بستمتع بالفيديو الستايلينج، حاسه ان انا بفيدكم ان انتوا تلاقوا مثلا تنسقوا الوان معينه مع الوان معينه، برضو في نفس الوقت ترفيهي وانا بستمتع بالمحتوى ده، وفي نفس الوقت لما اكون محتاره مثلا في اوتفيتس بعدين ممكن ارجع للفيديو ده، يعني انا ممكن استفيد من الفيديو بتاعي. بس والله فدي كانت نهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم وحبيتوه. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، روحوا اعملوا لي فولو على انستجرام لو مش عاملين لي. برضو بنزل حاجات كتير هناك، وبنزل ستوريز يوميا. وفعلوا جرس الاشعارات لو مش مفعلينه عشان يوصل لكم اشعار لما انزل فيديو. thank you guys for watching. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو للاخر. I love you guys so much. hallelujah. peace out babies. واكتبوا لي في الكومنتس من يسكن البحر ويحبه الناس. لا جاوبوا على الجملة، مش تكتبوها. اوكي باي جايز، باي 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 باي. Never been to California, never been to LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make